السلام عليكم. معكم تعاونية فدوى بيوتي. جينا شاركنا في المعرض الاقتصادي لمدينة مكناس. حنايا جد سعداء بهذه المشاركة، وان شاء الله كنتمناو تكون ماشي اخر مشاركة. تبارك الله عليكم، داز كلشي في المستوى، ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. السلام عليكم، معكم مسيرة تعاونية فدوى بيوتي بإقليم سفرو. بغيت نشكر اللجنة المنظمة ديال هذا المعرض الجهوي اللي كان في مكناس. بالنسبة كان تنظيم رائع، شابيتو صراحة الله مخدوم، خدمة مزيانة. كل الشكر والتقدير للناس ديال لي غارديان سيكوريتي، الناس ديال الأمن، جنود الخفاء، سي الغيوان، سي تيجاني. بالنسبه الحمد لله كان عندنا موفر الاكل والمبيت. بالنسبه للاكل رائع وفي المستوى، حتى المبيت كذلك نفس الحاجه. والنقل من المعرض للوطيل، ومن اللوطيل عاود في الصباح للمعرض. كان تنظيم رائع، وكنشكركم على هذا المستوى العالي اللي قدمتوه لنا في هذا المعرض هذا. السلام عليكم، معكم شفيق العولة من اقليم تساونات، جامعه جبابره، نائب رئيس التعاونيه. تعاونيه العودة للتنميه لانتاج العسل الحر. التعاونيه تاسست في 2019. شاركت عده معارض. اول معرض ديالي في المشاركات في المعارض هو رياض مولي عبد الله. شاركت في المعرض الجهوي ديال تازا، الغرفه الفلاحيه. شاركت في المعرض ديال دائره قريه بو محمد، المعرض المحلي. شاركت عده المعارض ولكن ديال الفلوس. هذا المعرض اول فرصه جاتني هو نشارك في هذا المعرض الجهه ديال جهه فاس مكناس. شاركنا فيه، زعما ما عمري كنت تنتظر هذا المعرض يكون بهذا القيم تبارك الله وفي المستوى. كانت مبيعات تبارك الله شكلها فير طالع تبارك الله، اللهم بارك. زعما حتى التعامل لا في المبيت ولا في المطبخ ولا في كل شيء، زعما كان تبارك الله عليهم في المستوى. ومن هذا المنبر تنشكروا سيدنا نصر الله واياده وطول الله عمره. تشكر السيد رئيس الجهه اللي تبارك الله عليه، اللي تيديروا لنا بحال هذه المعارض هذه وتيفتحوا لنا تسويق المنتوجات ديالنا. ومن هذا المنبر تشكروا حتى الناس ديال التغطيه اللي واقفين معنا ليلا ونهارا، وهذا التنظيم هذا اللهم بارك. والله يخلي لنا دائما هكا، ونتمنوا الله الزوار يزورونا في المقر التعاونيه ويشجعونا. هادشي اللي تتمنى. مرحبا بكم. السلام عليكم، رئيسة تعاونية رحيق الأطلس، إقليم الحاجب عين سوجطات. تعاونية تربية النحل وإنتاج العسل والأعشاب الطبية والعطرية. كنشكروا الناس ديال الجهة. الدورة الرابعة اللي كان معرض صراحة ناجح، وكان إقبال على المنتوجات، وكان تنظيم تبارك الله رائع. وكنشكروا جميع الأطر وكل من ساهم في نجاح هذا المعرض من قريب أو من بعيد. السلام عليكم. اليوم جينا باسم تعاونية رحيق الأطلس باش نعرضوا كل المنتوجات الخالية من عسل، من حبوب اللقاح، وكل منتوجات الخالية، زائد منتوجات تجميل طبيعية خل التفاح. والحمد لله كانت هذه فرصة باش نتلاقاو مع ناس مكناس ونتعرفوا عليهم ونستقبلوهم. صراحة الله كان التنظيم ديال المعرض وداكشي كلشي في المستوى، ساعدنا، يعني الناس فرحوا وحتى حنايا فرحنا فاش لقينا هذا التنظيم. وشكرا للمسؤولين اللي نظموا هذا الشيء. فهذه كانت فرصه جيده لجميع التعاونيات باش يتقربوا من الكليان ديالهم، يعرضوا منتوجاتهم ويزيدوا يتشجعوا باش يزيدوا يطوروا ويزيدوا وينتجوا من المنتوج المغربي، ويزيدوا ينتجوا يطوروا من الكاليتي ديالو. الحمد لله وفرت لنا المبيت، الاكل، اي حاجه كنحتاجوها كتمشي عند الاداره كيستقبلوك بوجه رحيب، كيتساعدوا معاك. صراحه الله يعني كانوا خوتنا وعاونونا، يعني في اي حاجه يمكن تصور انك زعما تحتاجها، فكيكونوا مسرورين انهم يساعدوك. كنشكر هاد الناس اللي نظموا هذا المعرض، الله يجازيهم بخير. بالنسبه لانه وفروا لنا اي حاجه مزيانه وفروها لنا. بالنسبه للمبيت ما عندي ما نقول، اوتيلات ما عندي ما نقول، الاكل ديالهم ما عندي ما نقول ديال الاوتيل، والماكله ديال هنايا ما عندي ما نقول. زعما الله يجازي بخير اللي طيب ولا اللي عطى. ما عندي ما نقول لا في الدا ولا في اي حاجه، زعما تهلاو في الجميع، حتى حاجه ما ناقصه، اللهم لك الحمد، حتى حاجه ما ناقصه. كنشكرهم من هذا المنبر كثير الشكر.